منذ اندلاع الحرب السورية في 2011 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلاً من العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام السوري في محاولة لفرض ضغط عليه وإجباره على التفاوض مع المعارضة وإنهاء العنف. في هذا السياق تم إدخال قانون قيصر في 2019 ليصبح أحد أهم أدوات الضغط الاقتصادي والسياسي ضد الحكومة السورية. لفهم هذا الموضوع بشكل كامل، من الضروري النظر في تطور العقوبات الأمريكية من بداياتها حتى قانون قيصر. العقوبات الأمريكية على سوريا بدأت قبل 2011 مع قانون محاسبة سوريا الذي أقرته الكونغرس الأمريكي في عام 2004. وكانت العقوبات آنذاك تركز على دعم سوريا لحركات إرهابية وتدخلها في لبنان، بالإضافة إلى التعاون المزعوم مع إيران في الأنشطة النووية. لكن مع اندلاع الثورة السورية في 2011 وقمع النظام السوري العنيف للمتظاهرين السلميين، شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها العقوبات على النظام السوري. الهدف الأساسي من هذه العقوبات كان إضعاف الاقتصاد السوري، وقطع الدعم المالي عن الحكومة السورية والجيش، ومنع النظام من الحصول على الأسلحة والموارد الأساسية مثل النفط. في عام 2019 أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر بأثر رجعي، وهو قانون فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري. أطلق اسم قيصر على القانون نسبة إلى مصور سوري كان قد هرب من سوريا في 2013، ووثق بالصور جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين. كان الهدف من قانون قيصر هو محاسبة النظام السوري على جرائمه بحق المدنيين، وزيادة الضغط الدولي عليه للتفاوض مع المعارضة وإيجاد حل سياسي. أهم بنود قانون قيصر: أولاً، عقوبات شاملة على النظام السوري. ينص القانون على فرض عقوبات على الكيانات الحكومية السورية، بالإضافة إلى أي شخصيات أو كيانات تتعامل مع الحكومة السورية. يشمل هذا البنك المركزي السوري، قطاع النفط، والقطاع العسكري. ثانياً، عقوبات على الدول والشركات الأجنبية. يشمل القانون العقوبات الثانوية التي تستهدف الشركات والدول التي تتعاون مع النظام السوري. على سبيل المثال، الشركات التي تساعد في إعادة إعمار سوريا أو تستثمر في الاقتصاد السوري مثل القطاع النفطي قد تتعرض لعقوبات أمريكية، مما يجعل العلاقات الاقتصادية الدولية مع سوريا شبه مستحيلة. ثالثاً، منع دخول الشركات الدولية إلى السوق السوري. يتسبب القانون في فرض عزلة اقتصادية على سوريا، حيث لا تستطيع الشركات الأجنبية التعامل مع النظام دون أن تتعرض لعقوبات قاسية. رابعاً، عقوبات على الشخصيات الموالية للنظام. يتم فرض عقوبات على رجال الأعمال والأفراد المقربين من النظام، مما يؤثر على قدرتهم على إجراء معاملات مالية دولية. خامساً، ملاحقة مجرمي الحرب. قانون قيصر لا يقتصر على العقوبات الاقتصادية فقط، بل يطالب بتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحاكمة، وهو بمثابة رسالة قوية إلى النظام السوري والمجتمع الدولي بأن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تمر دون محاسبة. العقوبات، بما في ذلك قانون قيصر، تهدف إلى إضعاف النظام السوري وتحجيم قدراته العسكرية والاقتصادية، مما يجعل من الصعب عليه الاستمرار في حربه ضد المعارضة. كما تهدف هذه العقوبات إلى إجبار النظام السوري على التفاوض مع المعارضة والقبول بحل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المجتمع الدولي إلى إضعاف قدرة النظام على تجديد قوته العسكرية ودعمه المادي من خلال تقليل دخله من النفط والتجارة الدولية. فيما يتعلق بالعقوبات المالية، يعد نظام SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
أحد أكبر الأدوات المستخدمة لعزل سوريا اقتصادياً عن النظام المالي العالمي. هذا النظام يستخدم من قبل البنوك لإجراء المعاملات المالية الدولية بين الدول والشركات. تعطيل الوصول إلى سويفت يعني أن النظام السوري لا يستطيع إجراء أي تحويلات مالية دولية بشكل مباشر، مما يزيد من عزلة الاقتصاد السوري عن الأسواق العالمية. إذا تم قطع سوريا عن سويفت، فإن ذلك سيجعل من المستحيل على النظام إجراء صفقات تجارية وتحويلات مالية لإعادة بناء الاقتصاد أو استيراد السلع الأساسية مثل النفط والأدوية. 1. العقوبات الرئيسية تشمل العقوبات التي تستهدف القطاع النفطي والتجارة الخارجية، مما يقلل من قدرة النظام على استيراد وتصدير السلع الأساسية مثل النفط والغاز، ويؤثر بشدة على قدرة الجيش في تمويل عملياته العسكرية. 2. العقوبات الثانوية. هذه العقوبات تضر بشكل كبير بقدرة الاقتصاد السوري على التفاعل مع الدول والشركات الدولية، حيث أن الشركات التي تحاول التعاون مع الحكومة السورية تتعرض لعقوبات أمريكية. 3. إعاقة إعادة الإعمار. مع وجود العقوبات على القطاعات المختلفة، تصبح عملية إعادة بناء سوريا في المستقبل أمراً صعباً للغاية، حتى إذا كان هناك أي توافق سياسي بين الأطراف المعنية، فإن العقوبات ستظل تمثل حاجزاً أمام الاستثمارات الأجنبية وإعادة إعمار البنية التحتية. رغم أن العقوبات الأمريكية تمثل عبئاً اقتصادياً كبيراً على النظام السوري والشعب السوري، إلا أن رفع العقوبات يمكن أن يمثل فرصة للنهوض من جديد. التوصل إلى حل سياسي قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن النظام السوري، مما يفتح المجال أمام إعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات وعملية إعادة بناء الاقتصاد. سوريا بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية حقيقية لتتمكن من الانطلاق مجدداً على الرغم من العوامل المحيطة بها. مع رفع العقوبات، سيصبح بإمكانها الاستفادة من مواردها الطبيعية مثل النفط والغاز، وبالتالي إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو. العقوبات الأمريكية، وأهمها قانون قيصر، تعد أداة ضغط اقتصادي وسياسي على النظام السوري لإجباره على التفاوض والقبول بحل سياسي. رغم تأثيرها الكبير على الاقتصاد السوري، إلا أن رفع العقوبات بعد التوصل إلى حل سياسي قد يشكل فرصة لانتعاش اقتصادي وإعادة إعمار، إذا توفرت الإرادة السياسية والشروط المناسبة.